والله تعبت. يمكن صار لي بالساعتين ثلاثة انه اصور وامسح اصور وامسح. الفيديو يطول تقريبا 20 دقيقة وامسحه بسبب انه ما قاعد اقدم زين. السلام عليكم. انت طبيت على الفيديو. اي انت طبيت على الفيديو الصح. اثبت. ايش قد عمرك؟ انت اكيد عمرك بين 13 سنة الى 25 سنة، بين هاي السنة. اذا هذا الفيديو راح يفيد، انا انصحك فيه، ما له علاقة. اليوم راح اسولف لكم عن فترة المراهقة، اللي هي هاي الفترة الصعبة عند الشخص. الطفل عمره 13 سنة، العقل عنده مساحة يعني كافية للمعلومات، فهذا الشخص عقله فارغ يدور معلومات من هنا ومن هنا بدون ما يدري، يعني يدخل بتجارب لا بها ولا عليه. مثلا يدخل بسالفة السكاكين والسرسرة والدوار بالشوارع والخاوات. ليش؟ لأن ماشى شخص بهذا الشيء وخذ معلوماته وخذ من طبعه بدون ما يدري، او يحاول يدخل الكوفيات ويدخن بشنو بسبب التنمر. او الشغله الوحيده الحلو بيه منه يصير عليه ضغوطات كلش قويه، وخاصه بعمره 15 سنه يروح يصلي ويصوم، وهذا الشيء كلش حلو. فيشوف شغله انه هو الانسان هذا ما له داعي بالدنيا، بالعكس انه له داعي كلش هواي. وخاصة يعني من يصير عمره 15 سنة راح تصير عليه مسؤوليات، وهاي المسؤوليات يعني حلوة إليه. شنو مسؤوليته؟ اللي هو الصلاة والصوم. لازم بسنة 15 لازم صلاة وصوم. ثانيا لازم يشتغل ويعين اهله. وثالثا لازم يكمل دراسة او الشغلة اللي يحبها وقاعد يمارس بيه. اوكي، هنا هذا عمر 13 سنة، هنا عمر 14 او 15 سنة. هاي الفترة بالوسطى، هاي الفترة يعني شغلة هنا انت تغلط والسب شكلك راح يتغير، وجسمك راح يتغير، وطبعك راح يتغير، وتحاول تدخل سوالف ما لها داعي. فانت حاول تسيطر على نفسك، لان انت ما تدري شنو جاي يصير بنفسك اصلا. ليش؟ لان العقل فارغ وما عنده معلومات، فيحاول يدخلك بهاي السوالف على مود تكتسب معلومات. اوكي، هنا دخلت بال 15 سنة اللي هو احسن شيء بالمراهقة. تخيل انه رب العالمين يعطيك مسؤولية ويسلمها بيدك. حلوة؟ اي، لازم عليك الصلاة والصوم، لازم تستمر بها الى مدى عمرك. اوكي. ثاني مسؤولية، لازم عليك شغل، لازم تشتغل على مود تعين امك وابوك، اللي ابوك صار له 15 سنة من رباك هو يصرف عليك، لازم تشتغل وتعينه. ثالثا لازم تدور مستقبلك، لان هذا المراهقة راح توديك بداهية، ولازم تنتبه لمستقبلك ودراستك او الشغلة اللي تحبها. وانا قاعد هسه ذكرت اشخاص يعني شلون كانوا قبل بالمراهقة وشلون هسه من دخلوا بالعشرين شلون صاروا. فانت هنا بسنة 15 الى 20 سنة لازم تكمل، بعد 5 سنوات حتى تصير 20 سنة لازم تكمل هاي الروتين. اوكي، هسه انت دخلت بال20 سنة، هنا عقلك راح يرتاح. ليش؟ لان كان بيليك ويوديك بسوالف طايح حظه. وهنا انت تعودت، وانت هنا تعودت على الشغلات اللي تحبها، اللي هو الشغل والمسؤولية والدراسة والصلاة والصوم. يعني احطيك مثال، عندنا شخص اسمه تيمور، يوتيوبر. قبل كان ينزل فيديوهات اللي هو بوبجي ويخلي عليها ميمز باختصار زاد 18. هنا عمره هو 17 سنة، ترك فترة تقريبا شهرين بعمر 20 سنة ورجع صادمة، يعني رجعة صادمة، اللي هو تغير طبعه وشكله وحتى اسلوبه. يعني قبل كان يقدم زائد 18، هسه يقدم عن الاسلام والمسلمين والحسين وعلي بن ابي طالب. او عندكم مثلا علي شاكر، شلون كان قبل وشلون هسه. يعني شلون قبل مقالب وتحديات وبيزا واتحداك تاكل همبرجر. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ يسولف عن الشيعة والحسن والحسين واهل البيت عليهم السلام. يعني بس شوفوا المراهقة شلون تغيرك وشلون تخلي عليك تأثير يكون عليك مستقبل فاشل او مستقبل ناجح. اول نصيحة، انت باي عمر من كنت 13 او 10 او 20 او 100 او 1000، حبيبي لازم تنتبه لمستقبلك. يعني تستمر بالدراسة، او انت الشغلة تحبها، او اذا انت مثلا ظروفك كلش صعبة ومبطل من زمان المدرسة، لازم تدور لك فد شي، فد مصلحة او شي تحبه ولازم تمارسه. ثانيا لازم تستمر بصلاتك وصومك، هذا الشي كلش مهم، ورب العالمين مخلي عليك مسؤولية. ورابعا لازم تختار اصدقائك الصح، لان هم الاصدقاء يقررون شنو مستقبلك. لان اكو صديق يوديك بداية، مثلا سالفة المدمنين واكثر شي بسبب الاصدقاء.
ورابعا انصحك تقرا كتب لاهل البيت عليهم السلام. انت هنا عقلك يعني فارغ يستحمل كل شيء. تخيل انه تقرا عن اهل البيت والتاريخ والعلماء تريد تحبه. يعني هسه انا مثلا احكيكم الصراحه، المواد اللي بالدوام انا اضوج منها وما اقراها، احاول انه اقراها لكن العقل ما يحبها. شو اسوي؟ اغصب نفسي مثلا؟ لا، اتجهت الى شغلات انا احبها اللي هم اهل البيت عليهم السلام. انا بدون يعني حتى مرات انه انسى نفسي واقعد اقرا. يعني هو عندي كتب، مئات الاف الكتب اقراها، واذا ما عندي كتاب ناقص تقدر تدخل على اليوتيوب او على جوجل العفو وتكتبون يا كتاب تردونه ويطلع. خاصة اذا ما تحبون تقرون انتم، ونصيحة اذا انتم ما تحبون تقرون او ما تعرفون تقرون او ما داخلين مدرسة من قبل، اكو شيء اسمه يوتيوب. اكتب عن اهل البيت عليهم السلام الكتب ناطق، يطلع لك شخص حافظ كتب اهل البيت عليهم السلام ويقعد يحكي لك شنو هن وشنو بيهن. والله العظيم كلش تعبت. صح الفيديو يمكن تحسونه تافه لان ما جبت سيرة اهل البيت عليهم السلام. هم اللي مطين نكهة للفيديو. الفيديوهات القديمة بيها نكهة بسبب اهل البيت عليهم السلام. لكن هذا الفيديو اعطيتكم نصيحة لاشخاص المراهقين، وانا هم مراهق ودخلت بسوالف طايحة سالفة الكوفيات وهاي السوالف. يعني الف الحمد لله ما تعلمت التدخين، لكن يعني هنا تو اتعلم التدخين وابوي رداني بمكاني، خذاني بمكان وحاشاني وحاول انه يخليني بوعي، لان انا صراحة ضحكوا علي ناس. بيكسارت يا اخي شو مكلب بيكسارت؟